هذا البيت بني في 28 يوماً. قد يبدو هذا ضرباً من الخيال أو خرقاً لمعايير البناء المتعارف عليها، ولكنها الحقيقة التي جسدها المخترع الجزائري نور الدين هوام على أرض الواقع، ضارباً عرض الحائط طرق البناء التقليدية، مستبدلاً إياها بطريقة جديدة أسرع وأقل تكلفة. لا دال تخدم هذا البلاك كبار هما نخدموهم نحن الميزور اللي حبينا، ونحطوهم فوق الدار ونصبوا البيطون منا ونصبوا البيطون من الجهه هذه فوالا، ومنطون الحيط هذا هو. هذا الحيط فيه افونتاج انه هو اذا كان الشوك الكرياج هذا اللي يحمل الشوك، لان فيه 52 كيلوغرام في المليمتر كاري، وهذا فيه 6 ملم، سافيدير 6 متر فوا 50 ديجا، كل مليمتر واحد يحمل 300 كيلوغرام فيه. اذا لو كان يعقب كار ولا كاميون ولا حاجه ما يقدرش يكسر هذا ابدا. بناء تاعو كي نجي انا نبدا نبني، نحط وحده حذا وحده ونربطهم بالسلك، نربطهم في يوم واحد نبني لك ايكول. وهذا جرات يوم واحد بنينا ايكول في يوم واحد البني، مش يختلف الماسو على تاع بكري، ونجيبوا الماشينه ونرشوه من هنا، وثاني في يوم واحد نلبسوه. اذا نهبطوا الكو ديلي دو رياليزاسيون. كي نهبط الديلي اني هبط الكو، معناها هاني ربحت القدره تاع الانتاج. احنا عندنا اون فابريكاسيون اللي نفابريكو هذوما كل لي زاكسسوار حتى 20,000 لوجمون ان. نور الدين هوام صاحب 18 اختراعاً أحدث ثورة في عالم البناء منحته ثقة دول أجنبية دون الجزائر، وجعلت منه واحداً من أهم المخترعين الحاصلين على براءة الاختراع من جنيف. ويضحكوا علينا الدول مش المتقدمين. علاش ما نكون زي الألمان؟ على ما نكون زي دبي على الأقل. هم دبي يلحقوا، مي هذه تكنولوجيا سهلة وأرخص. فيريفي مليح تدخل في كونتابيليتي، يديها لك الماسو بزاف حوايج، يديها لك بلا فالور غالي وثقل وخدامه لازم بزاف، ويديها لك الغاسبياج. احنا ما عندكش غاسبياج. الحيط هذاك تقطعيه بالمنشار تبقى بلاصه ديرها وتعاودي تلبسيها وتربطيها وتعاودي تلبسي عليها، ما تفسد شيء، ما يفسد. هذا افونتاج. ثاني الخفه، الخدامه يجوا يركبوا لك يلبسوا لك في نهار. هذيك البلاكه شتها باش نفيريفوها باللي ماشي ملبسه، ماشي محطوطه برك. شوف شحال طالع لها واحد ماشي ملبسه، ماشي مخدوم فيها، ما فيهاش البيطون، محطوطه برك باللي هي وحدها تريجيستي لذا البوا. ويضاف هذا المخترع إلى قائمة الكفاءات الجزائرية العالية التي شقت طريقها نحو العواصم الأوروبية والخليجية، وساهمت في التحولات الاقتصادية والاجتماعية هناك، على أن تبقى هنا تصارع العجز واللامبالاة.